نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها.